أه حابب احكي عن حاجه اثرت فيا قوي يعني. انا كشاب، انا شاب عادي يعني. كان كتير بيبقى عندي رغبات، شهوات، عندي حاجات كتير زي اي شاب في الدنيا عادي يعني. الدنيا بتفتنه في حاجات، في حاجات بيضعف فيها، في حاجات كده يعني. فالانسان بيجاهد نفسه عادي، بس في اوقات كتير كان الانسان بيبقى ضعيف يعني، بيضعف في حاجات كتير معينه يعني. فمن الحاجات اللي ليها علاقه اللي اثرت فيا جامد يعني موضوع الصلاه على النبي، يعني التاثير والورد اليومي للصلاه على النبي او كده، ده ليه سحر ومش مجرد يا جماعه. الورد ده يعني مش مجرد انت بتقول كلام كده، لا، ده بيوصلك فعلا بسيدنا النبي فعلا. ده بيغير جواك حاجات فعلا، بيخليك انسان تاني فعلا، بيخليك توصل كده لمراحل معينه كده، تبقى احسن من نفسك زمان. بس ففعلا لا، اللي انا مؤمن بيه ان سيدنا النبي حي، والصلاه عليه فعلا هو بيسمعها وبيشوفها، واللي بيصلي عليه فعلا هو بيبقى معاه بينور له الضلمه اللي في قلبه، بيساعده على الهدايه، وبيغير من جواه. انوار سيدنا النبي بتيجي بالذكر وبالصلاه. فلازم البني ادم دايما يبقى عنده ورد ثابت من الصلاه على النبي يوميا. لازم، شيء مهم جدا 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 يعني. من اهم الحاجات يعني اللي اثرت وغيرت فيها في حياتي كتير يعني. يعني انا زي ما بقول لكم، انا شاب عادي، اللي هو حد مش ملتزم قوي عادي، بس بنمر بفتن كتير قوي في الدنيا يعني. اللي بيغير فعلا، اللي بينور فعلا، اللي بيوصل البني ادم لطريق الهدايه في الدنيا، او الحاجات المظلمه، هو سيدنا النبي. سيدنا النبي بالصلاه عليه وذكره ومحبته، ومحاوله على قد ما الواحد يقدر ان هو يمشي على سنته على قد ما يقدر. على قد ما يقدر تلاقي سيدنا النبي كده بينور له، تلاقي ربنا بينزل عليه الهدايه ببركه سيدنا النبي وبركه الصلاه على النبي. بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي.